يعني قول لنا ايه الموضوع بتاع شيكابالا ده يا كابتن؟ والله يعني كان في وليد بدر الاداري بتاعنا، شيكابالا اتصل بيه وقال له انا قررت كذا. والموضوع ده على فكره يا كابتن الكلام من فتره، من حوالي شهر دلوقتي، بسبب برضه المواضيع اللي كابتن محمود بيتكلم فيها، التعرض الشديد للهجوم والالفاظ اللي مش كويسه ليه بالنسبه له. وهو عارف ان هو لما يجي يلعب ماتش، يلعب مع منتخب مصر، معظم الجمهور معظمهم من جمهور الناديين، جمهور مصر يعني عامه. فهو لما بيتقابل بالطريقه دي، وفي الاخر برضه لما يجي بيحصل له اي مشكله، اصابه ولا اي حاجه ويتهاجم، هو حس ان في ضغوط عليه، حس ان في محدش واقف جنبه، محدش بيحاول يساعده، محدش بيحاول يوقف يحتضنه مثلا. يعني مع احترامي طبعا كابتن حسن شحاته والجهاز، ما حسش ان الناس عندهم برضه الرغبه ان هم في حته احتضان، ويجوا يشوفوا انت متضايق من ايه، زعلان من ايه، وصلت الفورمه ايه. انما حته برضه حاسس ان في نيه مبيته ليه وضغوط عليه من كل حته، واللخبطه الشتيمه اللي بيشتمها دي. فهو الكلام ده مش مستعجل، بس كابتن محمود بقول له هو بقاله شهر مكلمني فيه، وانا قلت له ايه ده وفكر كويس. والنهارده بعد اللي حصل النهارده والضغط اللي اتعرض ليه والالفاظ الصعبه قوي دي، لقيت وليد بدر. انا كنت طبعا كنت موجود في مصر الجديده من بيته كده، فلقيت وليد جاي لي برضه، جالي لحد هنا عشان يقول لي ان شيكابالا مصمم ان هو ياخد قرار، ومضى عمل ورقه ومضى تقرير، وبعت فاكس على طول لاتحاد الكوره عشان يبلغهم بالموضوع. وتمنى طبعا التوفيق للمنتخب مصر والجهاز الفني ولزمايله اللعيبه الفتره الجايه ان شاء الله. وبس. وشكر شكر الجهاز الفني. والموضوع ده انا لسه عارف ان وليد لحد دلوقتي الساعه 3 جالي على مصر الجديده، وطبعا انت هو ساكن بعيد عند النادي، وجالي لحد هنا وقال لي الموضوع. فانا بقول لكابتن محمود هو مش قرار انفعالي، هو قرار بعد النهارده كمان زود. وبقاله شهر كنت انا مهديه عشان ما ياخدش قرار. وحسام اتكلم معاه كتير، بحيث ان هو راجل دلوقتي هو النجم اللي على الساحه اللي هو الفتره الجايه، وان شاء الله هيبقى حاجه، هو اللي هيبقى قود منتخب مصر. وعشان كده هي دي الفتره اللي فاتت بس. برضه تقريبا بقى النهارده باللي حصل والظروف اللي حصلت دي، فهو راح واخد قراره وعمل فاكس وموضوع لاتحاد الكوره، بحيث ان هو الناس يبلغوا عشان ما يبقاش فيها احراج لحد. وبس. يعني نتمنى يا ريت يعني الكابتن حسن شحاته والجهاز برضه لو قعدوا معاه وكلموه، لان شيكابالا الراجل بيجي يعني لو حد احتواه وقعد معاه وعرف ايه اللي مضايقه، والناس برضه حاسه ان اتحاد الكوره بيجيب له حقه من اللخبطه اللي بتحصل له. زي ما الكابتن محمود بيقول دلوقتي، ما ينفعش ان لعيب، يعني ايه ذنب شيكابالا؟ شيكابالا ده راجل مصري، واحنا كلنا مصريين وكلنا يعني دين واحد كله. يعني ما ينفعش ان هو الراجل يبقى يعني ده النهارده لولا الامن عنده خبر ان كان هيتعمل لشيكابالا حاجات مش مظبوطه النهارده، وحاجات حاجه اول تعرف الموضوع ده يا كابتن مدحت كان هيتعمل له ايه النهارده. يعني هم شالوا جزء، يعني بس ما عرفوش يشيلوا السنه اللي بتشتم، انما شالوا الحاجات اللي كانوا محضرينها لشيكابالا النهارده. وطبعا انا بشكر طبعا وزاره الداخليه، والناس المسؤولين عن وزاره الداخليه ان هم عرفوا القصه دي قبل ما تحصل، انما ما عرفوش طبعا يقفلوا بق الناس اللي عماله تشتم عماله على بطال. واللي بيشتم دوت، انا بقول اللي بيشتم دوت ده ما بينمش على عن تربيته. فالتربيه لما تكون مش مظبوطه هيبتدي الراجل مش متربي دوت يغلط. فانا ما اقبلش ان شيكابالا او غير شيكابالا وفي اي حته يحصل الكلام دوت يا كابتن. وبعدين الاتحاد الدولي لو الموضوع ده فعلا زي ما كابتن محمود قال، لو الموضوع دوت راح للاتحاد الدولي هيبقى فيه عقوبه شديده جدا. انما احنا بنطبطب في مصر، احنا بنطبطب عشان كده شيكابالا حاسس ان هو ما حدش بيجيب له حق بس. فطبعا يعني ما ولا دين ولا مله ولا دين تقول كده، تقول ان انا اشتم ولا عاير واحد باي حاجه. والشيكابالا دوت احسن من ناس كتير، احسن من احسن من كل اللي بيشتموه دول. يعني الشيكابالا دوت قيمه كبيره جدا، والناس اللي هي بتشتم شيكابالا عشان خايفين منه، ان شاء الله شيكابالا دوت هيحط هيخلص السنه دي كلها باذن الله. بس فده اللي حصل، وانا ما كنتش عايز انا بلغت لا، ما مهم ان انت تقول، ما هيتعرف. بلغت احمد. بس انا دلوقتي انا بس بقول ان انا لسه عارف دلوقتي. اوكي. يعني لسه وليد بدر جه لقيته، حتى اتخضيت لقيته جه لحد هنا، وقلت له طب كلمته، المفروض كلمته لقيت شيكابالا قافل التليفونات طبعا لانه خد قراره وبتاع. فما اعرفش بقى
يعني اتمنى ان ممكن يكون مفعول الكابتن حسن شحاته فوق السحر على ليه ويقعد معاه ويشوف قصه ايه. بس احنا يعني قلنا انا طبعا لازم شيء حضرتك تعرف يا كابتن اه مدحت، كتر خيرك ان انت قلت اول لنا ناس عشان الناس تعرف عشان تعرف. بلغت حضرتك، لان ده اه كبرنامج طبعا مسموع وكل الاحترام ليك يعني. الله يخليك كابتن ابراهيم، يعني حد يحب يقول اي حاجه لكابتن